احلى مسا عليكم. طبعا معظم الناس معظمكم شفتوا التسريب بتاع اتحاد الكره اللي نزل امبارح بالليل على كل السوشيال ميديا وصفحه مرتضى منصور. كل واحد شاف الموضوع من وجهه نظره وشاف الموضوع عامل ازاي من وجهه نظره، لكن انا شفته بالطريقه دي. شو معدين هنا؟ استر يا رب، استر يا رب، استر يا رب. يلا بقيت قدامي. انتوا ازاي تتهجموا على الناس في بيوت الدعارة؟ قدامي. البلد مليانة قانون. يلا والله لو اديك الوحيد. يلا. شفته بالظبط. انا شايف ان مرتضى منصور كان بيقتحم بيت من بيوت الدعاره. معلش لو الكلام جارح او الكلام قبيح، بس طبعا عمره ما يكون يجيش ربع اللي بيقوله مرتضى منصور يوميا لكل اهالينا في البيوت، والحاجات دي كلها يوميا على السوشيال ميديا، يوميا على قناته في القناه الرسميه قناه الزمالك. انا عارف ان الموضوع ده مرهق، وانا مش حابب اتكلم، كنتش حابب اتكلم فيه اصلا، وعارف ان هو من زمان والراجل ده عدى حدوده، وعارف ان الموضوع ان في ناس بتتكلم عنه يوميا، ممكن تعمل 3 حلقات يوميا بس تتكلم عن مرتضى منصور واللي بيعمله في الناس كلها، وكميه الاهانات والشتايم والقذورات اللي بيطلعها. حاجات طبعا ممكن تقعد ايام تتكلم فيها. بس الموضوع برضه مش عارف اقول زاد عن حد، ان هو زاد عن حد يا جماعه من كتير قوي. بس انا مستفز جدا كميه البجاحه وكميه الانبطاح اللي الناس فيها. مش ممكن يا جماعه. ده طالع في بيان من الناس اللي هم اصلا بيخدموه، بيقولوا له احنا مخاصمينك ويلا بقى ما عادش تكلمنا تاني وبتاع ومش هنتعامل معاك تاني. وبرضه البجاحه، ويروح اتحاد الكوره الساعه 11 ونص بالليل ولا الساعه 11 بالليل عشان يخش هناك ويزعق ويخش يفتح البيبان هنا ويخبط البيبان هنا وفين 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 وفين، ويعلي حسه ويهزق في الناس وي وي وي. هم كلهم منبطحين وكلهم على راسهم بطحه وي. الموضوع اللي هو احنا عايشين في بيئه. سيبكم يا جماعه من موضوع الكوره وان هو اهلي والزمالك، لا اخرجوا بره الموضوع ده بالذات، لان اكيد في من الاشكال دي، من النماذج دي، فيها نماذج من في كل فئه في الشعب، في كل فئه في البلد، مش بس في الكوره بقى. ممكن تتكلم بقى في السياسه، ممكن تتكلم في مصالح حكوميه، ممكن تتكلم مش بس كوره ورياضه. الموضوع يا جماعه مستفز للي يسمعه، بس اللي يتحكى له يبقى مستفز، ما بالك بقى يا جماعه اللي بيشوفوا وبيشوفوا كتسريب. انا ما بقتش فاهم هو ازاي، او هو بنها اماره، ولا هو في ايه يا جماعه؟ هو فعلا في ايه؟ يعني ايه واحد نازل فيه بيان من اتحاد الكوره بيقول له انت ايه ادب، وفي معناه من ايه ادب ومش هنتعامل معاك تاني والكلام ده كله، ويروح يخبط البيبان برجله واتحاد الكوره وبيصور ومعرف الناس ان هو بيصور. يعني هو بيصورهم يا جماعه ومفيش اي مشكله خالص كده، يعني بيصور وانتوا ما عندكوش دم يعني. والتاني يقول له لا انا كنت ماشي، والله محمد وافي يقول له انا كنت ماشي جيت انا بالصدفه وبتاع. وده اللي كان يحاول يتماسك اعصابه شويه يعني، والكلام ده كله يعني الوحيد يعني اللي ممكن، مع ان برضو في لقطه هكلمكم عنها دلوقتي قالها مش فاهمها برضو، يعني كميه اللي بيحصل بلخبطه في البلد دي. طبعا وليد عطار ده طبعا احنا راينا فيه معروف من زمان، بس احنا بقى بنشوفه لايف. يعني وليد عطار راينا فيه ان هو اصلا معرض كبير، مطبلاتي و... وعشان كده ما بيشيلهوش، عشان هو عارف القذورات والوساخه اللي كانت بتحصل في اتحاد الكوره وماسك عليهم حاجات، فطبعا عشان كده ما مشوهوش. الراجل اللي خبى جواب الاتحاد الافريقي، وده اللي خبى، ده اللي هو عمله واحنا عرفناه. اللي هو بيعمله بقى واحنا ما نعرفوش، ده اكيد اعظم 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 بكتير، وهي دي الكارثه. ده اللي احنا نعرفه يودي في داهيه وما بيتحكمش، ما بالك اللي احنا بقى ما نعرفوش بقى يبقى عامل ازاي؟ ما بالك بقى اللي مستخبي ده عامل ازاي؟ كميه انبطاح وكميه تعريض وتطبيل وركبوا عفريت كده لما دخل عليهم مرتضى منصور، وهو التاني داخل يخبط في ويفتح الناس على الحمام يا جماعه. يعني اللي هو يا جماعه، معلش انا ابان ان انا متعصب، بس فعلا الموضوع يعني واخد على اعصابي. انا عارف ان هو مش موضوع مش مستاهل دلوقتي، واحنا كاهلاويه وكاهلي، والاهلي هيلعب بكره مع ريال مدريد وفئه تانية وحاجه تانية ودماغ تانية، والحمد لله واحد مزاجه مزاجه حلو والكلام ده كله، لدرجه ان هو ما كانش فيه دماغ انه يعمل فيديوهات على الحلاوه اللي كان بيشوفها فيها والفخر اللي هو بينتمي للنادي الاهلي. لكن انا يعني عايز اتكلم في كذا نقطه كده شفتها في الفيديو، وعايز اسال يا جماعه،
ازاي؟ يعني اذا كان المتحدث عاقل، يعني اذا كان مش عارف المستمع عاقل فالمش عارف المتحدث مجنون فالمستمع حاجه كده يعني وبتاع. طيب في كذا حاجات هتكلم بس عن الموضوع بتاع كهربا. لما قال له انت، لما كان بيزعق في الفيديو يقول له انت ازاي مش عارف ايه وتبعت لي جواب انا وكهربا والواد اللي مش عارف ايه تبعت لي جواب، قال التاني قال له ابو بفا، قال دي بقى الحته اللي باخدها عليه، يا مساعد المستشار ما تمثل للتحقيق وكان هيتعاقب، اللي هو يعني لولا انت يعني عملت فيها فيلا وما جتش وبتاع عشان كده لجنه الانضباط اعتذرت وبتاع. لو انتوا مبيتين ان هو كان هيتعاقب وانت مش عارف كان هيتعاقب، يعني انت كعضو اتحاد كوره مش عرفك انه كان هيتعاقب، ولجنه الانضباط اللي مش تبع اتحاد الكوره ما طلعتش الحكم بتاعها، مش عرفك؟ ولا انتوا اصلا مبيتين الواد ان انتوا كده هتعاقبوه عشان تطبطبوا على جماهير الزمالك وسعاده المستشار؟ عادي كده، عادي ده عادي بالنسبه لكم؟ دي من ضمن اللقطات الوسخه اللي شفتها بصراحه، ما اقدرش اقول عليها غير لقطه وسخه شفتها، وكميه تعريض وحاجه قذره جدا اللي حصلت في الحوار ده. الحوار التاني، المستشار ومحمد الوفا بيقول له على متى دفعت سياده المستشار لنادي اسوان؟ قال له في شيكات وزهق، قال له يا جماعه محجوز عليا من البنك، محجوز عليا مش عارف ايه، عندي في البنك 70 مليون. قال له ما انت دفعت زي الاسوان، الراجل جاي عندي تحت الصفر، قال له ما اديله بشيك. وبعد كده غير رايه في اخر فيديو، قال له ده انا مش شيك، ده هو بيحول من مستحقاته مثلا لعند مثلا شركه راعيه والكلام ده كله، بيحولها يعني مش شيك اهو. وبعدين عمال تقول بتولعوا الدنيا مش عارف ايه والكلام ده كله. ويا جماعه لو عنده مع الرئيس مع نادي الزمالك وجمهوره، ما عندوش مع جمهوره، عندكم مشكله مع الرئيس مش عارف ايه. طب ما انت مسؤول يا مرتضى، طب ما انت مسؤول، رايح الساعه 11 ليه؟ رايح الساعه 11 وراح تفرض نفسك خدت على قفاك ليه هناك بقى؟ راح تفرض عضلاتك ليه؟ لسه 11، ما انت لو بتخاف فعلا على جمهور الزمالك وبتخاف على نادي الزمالك وبتخاف على جماهير الزمالك وفعلا عمال تقول والله والله وهعمل لهم ورقه حق والكلام ده كله ومستعد ادفع والكلام ده كله، ما راحش قبلها بيوم؟ ما راحش حتى قبلها بيوم ليه؟ مش هقول لك يعني ما راحش حتى يومها الصبح ليه؟ مش هقول لك حتى قبلها بيوم، قبل يومها الصبح ليه؟ والجواب بتاعك ده وهم اتكلموا الشركه الراعيه مثلا هي برزنتيشن زي ما انت كنت سيف الوزيري ده، وهم قالوا هيحول لك ممكن هيقيدوا لك اللعيبه، لكن انت رايح الساعه 11 عشان تفرض عضلاتك، انا هأيد اللعيبه غصب عنكم ومش دافع لكم فلوس عشان تعمل فيها انت الذكر والاسد، اديك خدت على دماغك، وخدت على دماغك من ناس وسخ. يعني كمان انت خدت مش بس خدت على دماغك، خدت على دماغك من ناس وسخ كانوا بيطبلوا لك وهم معرضين. ووليد عطار، ايوه يا سعاده الباشا، ايوه انا بكلمهم ما بيردوش، مش عارف مين، جمال علام قافل تليفونه وانا مش عارف اعمل حاجه. يعني اللي هو كان لو كان عليه كان عمل لك اللي كميه فساد في القعده دي مش طبيعيه، كميه فساد وانطباع وانبطاح مش طبيعيه. يعني هو مش بس شرشح لهم، ده شرشح لهم وشرشح للبلد وشرشح للوزير وشرشح لنفسه وشرشح للنادي. يا جماهير الزمالك، يعني اللي هي فيهم ناس اعرفهم حبايبي، يعني يا جماعه مش عارف عليكم انتوا يعني الناس المحترمين منكم اللي مش ماشيين ومش ماشيين مع مرتضى منصور، يعني الله يكون في عونكم. الله يكون في عونكم طبعا يعني. لكن الناس اللي بتطبلوا له ولسه شايفينه اسد وذكر ومش عارف ايه وبيجيب حق النادي والكلام ده كله، مع الدوله الفاسده دي، مع الاتحاد الفاسد ده، مع بيت الدعاره، اتحاد الكوره ده عباره بالنسبه لي بيت دعاره وبيت دعاره. وانا مش شايف اللي حصل ده غير ان هو كان عباره عن ان مرتضى منصور كان بالنسبه لي كان شبه اللي هو عامل زي واحد مثلا ضابط او حاجه كبيره في مثلا في الاداب، وكان متعود مثلا حاجات شمال مثلا يعملها مثلا بلا مقابل، فمره واحده مثلا من بنات الشمال دول قرصت عليه وقالت له لا مش جايه لك، فقال لها طب والله لا بقى لا هدي الدنيا عليكي ومش عارف ايه، وجا ايه قفلك بيت الدعاره اللي شغاله فيه. ده المنظر اللي شفت بيه اتحاد الكوره والموقف اللي حصل ده كله. اتحاد فاسد، رئيس نادي فاسد وقذر وقليل ادب وكل حاجه وحشه ممكن تشوفها، بلد رايحه في سكه الضياع. وكل من المشكله اللي انا بكلمكم في اللحظه اللي بتكلم فيها دلوقتي، عدى يوم، يعتبر عدى يوم على اللي حصل والتسريب اللي حصل، وما طلعش ولا قرار بناء على التسريب اللي حصل، ما طلعش ولا قرار، ولا كأن البلد نايمه، ولا كانهم كلهم فسده، كلهم زي الزفت. انا فعلا متعصب، فعلا يعني انا متضايق جدا من اللي بيحصل في البلد، متضايق جدا من اللي بيحصل ضد الاهلي،
بس اللي بيحصل في البلد اكتر من اللي بيحصل ضد الاهلي، من المنظومه الخرا الوسخه دي. تمام، معلش يعني في الالفاظ. بس ربنا الله يكون في عوننا، ويا رب اشوف فيهم يوم كلهم بجد، يعني ربنا ينتقم منهم كلهم يا رب، يا رب يديهم كلهم على قد نيتهم الزفته دي، ويحصل فيهم يعني مش عارف ازاي، مش عارف اقول ايه بصراحه. بس الواحد فعلا جاب اخره يا جماعه. ربنا يكون في عوننا. معلش اتعصبت وكنت اجريسيف شويه في الكلام، بس ده فعلا ده حالي وحال ناس كتير قوي بتتكلم ومذهوله من اللي بيحصل ده، وعايزه الناس دي فعلا تتحاكم. لازم يكون في قرار، لازم الناس تتحاكم تتحاكم تتحاكم. في نهايه الفيديو اشكرك لو انت لسه بتتفرج عليه لحد دلوقتي. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه للفيديوهات الجايه، وربنا معانا بكره ان شاء الله، ونعمل ماتش تاريخي بجد، عشان احنا فعلا نستاهل بجد ان احنا نفرح، لان واضح ان فرحه الشعب دي معتمده بس على جماهير الاهلي واللي بيعملوا الاهلي. اشوفكم على خير باذن الله في الفيديو الجاي. سلام.